كنت قاعدة أنا ومرات أخويا بنضحك ونهزر ونتكلم مع بعض وقاعدين بناكل، وكنت طالبة منها وصفة كده، يعني وصفة جميلة وهتفيدني. فبقول لها وهي بتحكي لي على الوصفة عجبتني جدا، فبقول لها مين اداكي الوصفة دي؟ راحت قالت لي ماما. بصراحة بيني وبينكو أنا قلقت وقلت لها يعني هي مامتك كانت دكتورة؟ دي آخرها السوبر ماركت والوقفة في المطبخ. لقيتها طلعت شقتها من غير ولا كلمة. ولقيت أمي تاني يوم بتكلمني وبتقولي مرات أخوكي ما نزلتش عندي النهاردة وما عملتش أكل، وسايبة البيت يضرب يقلب والدنيا مبهدلة على الآخر، وأنا مش قادرة أقوم أعمل أي حاجة. بتصل عليها كنسلت في وشي، بتصل تاني لقيتها حذرت الرقم. اتصلت على أخويا بقوله هي مراتك فين؟ قال لي ليه؟ قلت له سايبة أمك لوحدها. راح قال لي تعالي خدميها انتي يوم وانا خدمها يومين، وملكيش دعوة بمراتي نهائي علشان انتي غلطتي في امها، وامك مش احسن من امها. وبقي قصري لسانك شوية، هي شايلة عننا خدمة امك ونظافة وكل حاجة، وانتي بقلة ادبك وطولة لسانك زعلتيها بدل ما تقدريها وتحترميها. للأسف مرات أخويا مش راضية تكلمني نهائي، وأنا تعبت من خدمة أمي. مرات أخويا مقطعاني بقالها شهرين، ولما جوزي كلمها قالت له من فضلك اللي اسمها مراتك دي أنا مش عايزة أعرفها تاني، وانت كمان ما تتصلش لو سمحت. وأخويا كمان قاطعني، مع العلم يوم الخدمة اللي عليا لوالدتي لو أنا ما روحتش هي ما تنزلش ولا هو كمان بينزل، وبضطر أروح لها حتى لو بموت. أعمل إيه؟ وينفع أخويا يعمل كده؟ ينفع اللي بيعمله ده؟ انتي زعلانة من اللي أخوكي بيعمله، وزعلانة ان مرات أخوكي مقطعوكي، ومش زعلانة من ان انتي غلطتي في مامتها؟ مش زعلانة ان انتي متضايقة من خدمة أمك اللي شالتك في بطنها 9 شهور وربتك وكبرتك، وهي السبب بعد ربنا انك تبقي زوجة وأم ومسؤولة عن بيت؟ كل ده مزعلك ومش زعلانة من اللي انتي عملتيه أصلا؟ أمك انتي أولى بيها مش مرات أخوكي. مرات أخوكي لو بتخدم هتخدم ذوق منها وتربية وأصل منها، لأن شرعا هي مش مجبرة على خدمة والدتك. اللي مجبر على خدمة والدتك هو انتي اللي المفروض تخدميها، وما كانش ينفع نهائي سواء بخدمة أو من غير انك تغلطي فيها، وده جزاء غلطك وطولة لسانك زي ما أخوكي قال. أمك انتي أولى بيها، وافتكري ان الدنيا داين تدان، وبكرة تكبري وتبقي أم عجوزة زي ما أمك دلوقتي عجوزة، وبكرة ولادك يعملوا فيكي كده. فوقي لنفسك واصحي واعرفي ان انتي أولى بأمك. دي كانت حكايتنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، واستنوني في فيديو جديد.